حبايبي كيفكن؟ اليوم رح نعمل تجربة اجتماعية بمصر. مصر أم الدنيا اللي استقبلت السوريين أحسن استقبال وعاملتهم مثل إخواتهم. اللي ما سمعنا كلمة لاجئ كانوا على طول عم بيقولوا لنا أخواتنا أو الجالية السورية. رح نرد لهم الجميل بأنه نوزع لهم الورد كهدية مننا إلهم، ورح نشوف ردة فعلهم كيف رح تكون. يلا معي لحتى نشوف ردة فعلهم. حاجة بتخليك تثبت فيها سنة سنة. اسألوا كل الناس منهم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل اكتفى وإحساس حفظك رب العالمين. اسألوا كل الناس منهم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل اكتفى وإحساس. لكن ايا كان انتوا اهلا بيكم في مصر بلدكم الاول زي ما انا بقول. وفي نفس الوقت اخذنا انطباع عن الشعب السوري ان هو ناس يعني مش زي بقيه الشعوب او زي، لا انتوا نزلتوا مصر لكن بتشتغلوا. اللي وصل لنا كده ان انتوا ناس بتشتغلوا، مش بتعتمدوا انكم انتوا تاخدوا مساعدات من حد، لا يعني ده اللي وصل لنا ان انتوا ناس فعلا ناس رجاله يعني. نحن كسوريين مبسوطين كتير بمصر، فحبينا نهديكم هدية عبارة عن وردة، أبسط شيء. فبس حبينا نشكركم. مصر 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 مصر. شو انطباعك عن السوريين بمصر؟ لا والله زي الفل، والله شوية شباب زي العسل وناس مية مية ومحترمين جدا 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 في أفعالهم وفي تصرفاتهم، واحنا بنحبهم جدا يعني من غير ربنا يخليك. ربنا هم دخلوا لنا الفتولة والتبولة والمدبولة والفتوش محلات أكل لا سيبك بقى من الأكل والحمص. لا شباب زي الفل، ناس محترمة واحنا بنحبهم جدا، وبلدهم مصر في أي وقت يجوا في أي. احنا بنحبكم حبيبي هوبا حبيبي. حبيبي. شو رأيك بالورد؟ لا جميل والله، بس هو طبيعي ده ولا بلاستيك؟ بس ب 10 جنيه ده ب 10 جنيه، ما احنا اتفقنا بقى قلنا مش هندفع فلوس. حبيبي ربنا يخليك. ده؟ لا هي واحده بس كفايه. لا ربنا يخليك. فيها ريحه دي وريني. لا كلهم فيهم ريحه. كلهم في ريحه. خلاص حلو منك جميله والله يا حبيبي. طبعا ربنا يخليك، جرب في مكانك. الله عليكم رجالة بالألف للياء. بتحبي الورد؟ جدا. طيب انا حبيت اشكر المصريين على حسن الضيافه ووزع لهم ورده. يعني هي رح تكون مننا نحن كسوريين لكم كمصريين، ونفرجي العالم كله انه المصريين والسوريين اخوات. طبعا يعني احنا شعب واحد اكيد. ميرسي جدا. يعني بيناتنا من زمان، والوحده هلا عم نرجع نشوفها لما عم نلاقي مطعم سوري بيشتغل فيه مصري. طبعا. وعم نشوف المصريين بيحبوا الاكل السوري. اكيد. طيب شو بتحبي لون الورده؟ لا احمر. احمر. 25 جنيه الورده. تمام؟ لا ده انا ما بحبش السوريين اصلا. ليه؟ بيقول وانا معي الورده الحمراء ب 25، البيضه ب 20، وهي ب 15. مفيش جنيه ونص. بص هقول لك على 2 جنيه ونص ده في الساندوتش. 50 جنيه. شكرا لكم كثير. انا عم ببيع ورد، بتشتري مني؟ يشرفني طبعا. بس الوردة غالية ب 25. والله ما يغلى عليكم اي حاجه، ما يغلى عليكم اي حاجه يعني خلاص رح نفل اليوم، رح روح على البيت. الي من الصبح عم بشوف الزباين، ما في حدا راضي يشتري مني خالص، ما لهمش حق اكيد. لا اكيد. انا حبيت اشكر المصريين على حسن الضيافة وحسن المعاملة اللي نحن شفناها هون بمصر، فحبيت اهديهم وردة. هذا اقل شيء نحن بنقدر نعمله. اشكرك. وبعدين انت لا شكر على واجب، ده واجب علينا احنا كمصريين ان احنا نرحب باهلنا واصحابنا واخواتنا واهلنا. فعلا هو اختصار الموضوع، اهلنا من اهل سوريا جايين بيتهم التاني هنا مصر، فما فيش شكر على واجب ابدا. اذا كنت انت هتشكرني بالعكس احنا اللي بنشكركم على انكم موجودين هنا في وسطنا وفي اهلنا واصحابنا، فاحنا بنحييكم وبنشكركم مره ثانيه. شكرا كثير لك. شو بتحب لون الوردة؟ الاحمر بقى. الاحمر طبعا. هاي احلى وردة. لون الحب، يعني الاحمر ده لون الحب، يعني الحب المتبادل ما بيننا، ما بين شعب مصر ومن شعب. اسألوا كل الناس منهم أجدع ناس.
المصريين يا أرض أطيب ناس كل اكتفى وإحساس. يعني من احسن الاكل اللي موجود بصراحه، وانا يعني فعلا اما باكل بره بروح اكل اكل سوري. شايفك عم تاكل كبه وحمص، وشو رايك بالمقبلات؟ المقبلات بصراحه يعني هي افضل مقبلات موجوده، المقبلات السوري. صحتين يا رب صحتين. انا كسوري حبيت اشكر المصريين عن استقبالهم وحسن الضيافه يعني اللي كانت بمصر، فحبيت توزع ورد. مين يسعد مين قلوبنا، مين اللي جنب منا مش هتلقى إلا مصر. كيفك بالسوري؟ منيح. منيح. انا شايفك بمطعم سوري. تمام. شو رايك بالاكل السوري؟ الاكل السوري حلو طبعا، يعني انا متعود على طول، يعني مثلا ممكن بصفه منتظمه على طول الفته السوري دي، يعني حاجه اساسيه يعني. يعني خلاص بقى حاجه. معك الوالده تقريبا. مرحبا، كيفك؟ اهلا بيك. جميل هايل، احلى ناس احلى ناس. تقبلي الورده مننا؟ نحن خاربينا من شوي قبل ما نصور، عم تقول لي انتم خاربينا، بشو نحن خاربين؟ احنا خاربينا عندنا بالمصر يعني عاملين شغل كويس جدا ومشغلين نفسيكوا برغم الظروف اللي انتوا فيها، وبرغم ان انتوا في بلد غريبه، فانتوا كانكم عايشين في بلدكم، وفي نفس الوقت مساعدين برضو المصريين ان هم يشتغلوا. فانا شايف ان هم اخواتنا، مش يعني هو اختلاف اللغه اختلاف الشكل، بس هم اخواتنا ودي بلدهم قبل ما تكون بلدنا، فاحنا مبسوطين بيهم ويا ريت هم كمان يبقوا مبسوطين هنا. اكيد نحن مبسوطين، ولانه نحن مبسوطين انا حبيت اشكر المصريين ووزع لهم ورد. هذا يعني رعبونا عن شكرنا لكم، عن حسن الضيافه والاستقبال الحلو. شو رايكم بالناس السوريين؟ حلوين والله. اشتري مني ورده؟ سلام والله، اي واحده هات البيضه. ما راح تعرفي قد ايه سعرها؟ ما بدك تعرفي قد ايه سعرها؟ يعني اي حاجه والله، خليها عليك بقى. لا، هي نحن حبينا نشكر المصريين على استقبالهم وحسن الضيافه، وراح نعطيهم ورده. نحن اخوات من زمان، وبدنا نفرجي العالم كله انه المصريين طيبين، وانه استقبلوا السوريين احسن استقبال. الله عليكم رجاله من الالف للياء. الله رايك بالسوريين، او انت لما تعاملت معهم كيف لقيتهم؟ انا لقيت الشعب السوري شعبي طيب، بنحبهم كاخواتنا في العرب، كلنا عرب، كلنا اخوه في الاسلام، لا فرق بين سوري ومصري، كلنا اخوات، وهم ناس طيبين للغايه، ناس جمال، ناس يتحبوا لو عاشرتهم عن قرب هتلاقيهم شعب طيب جدا، وتتمنى ان انت تكون بجوارهم وتساعدهم وتقف بجنبهم. واحنا كشعب مصري بنحب الشعب السوري ونتمنى لهم كل خير وسعاده، ويا رب كده يجعل السلام والسلم عندهم دايما يا رب، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى. الله عليكم رجاله من الالف للياء. السوريين لما اجوا مصر كيف لقيت انت؟ يعني كيف بتحس انه عاداتهم قريبه من بعض، اخلاقهم كيف لقيت السوريين لما اجوا مصر؟ الاكتر من كده عادتنا زي بعض، احنا لنا ناس محترمين، ناس مؤدبه، ناس مجتهده، ناس مجده، واخد بالك، ناس يعني في ناس كتير وفي دول كتير جت هنا، واخد بالك، وناس جت هنا وعاشت ظروف نفس ظروفكم كده، بس للاسف كانت بتيجي تتسول انما للاسف انتم ما خدتوش الخطوه دي وجيتوا اشتغلتوا بعرقكم وبتاع ونجحتوا، والدليل على كده محل زي ده راجل محترم، ناس محترمه. انا ساب محلات مصريين وباجي باكل من هنا اكل نضيف، حاجه محترمه، واولادي بيجوا هنا حتى ناس محترمه، الناس اللي شغالين هنا ناس محترمه برضه، بنيجي بنقضي وقت حلو، بناكل ونشرب، واخد بالك، بنخلي كمان كلنا بنستكف وناكل من كبده، ناس على راسنا. تلقى إلا مصر، هو حضن حبيبتي مصر، يسعد طب قلوبنا هي ست الكل. مين
مصر مصر